اشرف بن شرقي في النادي الاهلي. ازاي يا جماعه؟ ناس كتير سالت ازاي اجيب اشرف بن شرقي واحطه في النادي الاهلي في لعبه بيس 2021. الموضوع سهل وبسيط، كل اللي عليك انك تركز معايا. اول حاجه هتعملها كده، هتدخل في الاعدادات، هتجيب الاعدادات على المفك كده وتضغط عليه وتضغط على تعديل. الموضوع سهل وبسيط. القائمه دي وبعد كده بتروح على اختيار الفريق الوطني. اختيار الفريق الوطني لان اشرف بن شرقي مش موجود في المنتخب الوطني. طيب نروح لافريقيا، نروح لمنتخب المغرب. في افريقيا ندور على منتخب المغرب. لقينا منتخب المغرب. لو دورنا كده مش هنلاقي اشرف بن شرقي، هنلاقي اشرف داري. اهو اشرف داري. هنلاقي يحيى عطية الله. فاهمين؟ اهو يا جماعه يحيى عطية الله، لكن اشرف بن شرقي مش موجود. طيب نعمل ايه بقى؟ نرجع تاني خطوه كده ونروح مثلا على منتخب المغرب. نرجع نقول اضافه لاعب. لو لقيت كده لا يمكنك تسجيل اي لاعب اخرين في هذا الفريق، هتضطر تحذف كام لاعب. طيب لان احنا عندنا هنا ما عندناش فرقه الريان القطري اللي بيلعب فيها اشرف بن شرقي في لعبه بيس. الباتش مش موجود في فريق الريان القطري. فنعمل ايه؟ نحذف مثلا اللاعب ده مش مهم، مثلا نحذفه ازاله اللاعب عشان نجيب اشرف بن شرقي في منتخب المغرب. ونحذف اللاعب ده مثلا بيلعب في حسنية اغادير. خلاص كده تمام. كده ممكن اضيف اشرف بن شرقي المنتخب المغرب. دي الخطوه الاولى. يبقى هعمل اضافه لاعب وادور على اشرف بن شرقي. ننزل كده تحت نمشي واحده واحده. احمد اشرف اهو، اشرف بن شرقي اهو. اشرف بن شرقي يا جماعه ده مش موجود في المنتخب المغربي، هنضيف المنتخب المغربي. نضغط عليه كده بالشكل ده. تسجيل اشرف بن شرقي بالفريق متابعه، نعم. نضغط عليه كده كده هو في منتخب المغرب. نطلع بقى وبدل ما اخترنا الفريق، اختيار الفريق الوطني، لا هنعمل ايه؟ الانتقال. يعني احنا كنا مختارين دي، لا هنروح لموضوع الانتقال. هنضغط على الانتقال بالشكل ده، ودي الخطوة المهمة. وننزل تحت كده على النادي الاهلي. ننزل تحت كده في الدوري المصري على النادي الاهلي. ادي النادي الاهلي. واعمل اضافة لاعب واضغط على اضافة لاعب بالشكل ده. ونروح لمنتخب المغرب لان نادي الريان القطري مش موجود في لعبة بيس 2021. ندور كده على المنتخبات. ننزل تحت افريقيا كده تمام. وننزل على منتخب المغرب وندور على اشرف بن شرقي اللي احنا لسه ضايفينه. هتلاقيه اخر واحد ممكن. اشرف بن شرقي يا جماعه اخر واحد. ونضغط على تسجيل اللاعب بالفريق، نعم. كده راح النادي الاهلي رسمي نظمي فهمي. طب تعالوا نتاكد انه راح النادي الاهلي. ماشي كده خلاص، احنا كده خلصنا. نروح مثلا للفرق. ادي الفرق. وننزل كده تحت كده شويه وندور على النادي الاهلي تعديل الفرق اهو. ونضغط على النادي الاهلي. لون الفريق، ملابس الفريق، تغيير رقم الفريق. نخلينا في رقم الفريق نديله رقم. ندور بس اهو اشرف بن شرقي. ندور على اشرف بن شرقي فين. اشرف انا لسه اهو. اشرف بن شرقي واخد رقم 26. احنا هنديله رقم 11 مكان احمد عبد القادر. خلاص يبقى كده في النادي الاهلي هو اشرف بن شرقي رقم 11. طيب خطة اللاعب نحط اشرف بن شرقي اساسي. مثلا انا عمر كمال. تعالى حسين الشحات كده هنا. ونطلع عمر كمال وننزل اشرف بن شرقي. ادي اشرف بن شرقي تمام كده. يبقى ده اشرف بن شرقي موجود معانا يا جماعه اهو. ده اشرف بن شرقي موجود معانا في النادي الاهلي. طيب تيجي نلعب شويه في الاحصائيات بتاعته. تعالوا نطلع كده نخليه يعني لعيب معقول، يعني على حسب امكانياته بالظبط. طيب نروح على لاعبون. لسه في التعديل، كل ده في التعديل، تعديل لاعب. ونروح على النادي الاهلي الدوري المصري ونختار الاهلي. خلينا هتلاقيه اخر واحد اشرف بن شرقي. ده اشرف بن شرقي يا جماعه اهو. اسم اللاعب تمام. الاعدادات الاساسيه. تعالوا هو 26 سنه، معرفش هو عنده كام سنه دلوقتي. الرجل اليمنى تمام ماشي. مركز المسجل نشوف المركز اللي بيلعب فيه. بيلعب هنا في الناحيه الشمال ماشي. احنا ممكن نحط له كمان لاعب خط وسط تمام. لا نخليه مثلا، لا خليه كده. خليه كده ونختار من هنا المركز المناسب للاعب. تاني واحده يعني هو مثلا هنا نخليه كده، نزودها له نخليها بيه، يعني ممكن يلعب في الحته دي كده. تمام. كده خلصنا اعدادات المركز. تعالوا بقى في القدره. القدره اهم حاجه. القدره يا جماعه هنا وعي هجومي نخليه مثلا 85%. التحكم في الكره خليه مثلا 85%. جري بالكره خليه 85. الاستحواذ في المساحات الضيقه 85 او 86. التمريرات المنخفضه بيعمل تمريرات كويسه. التمريرات المرتفعه الكرات العرضيه
87. انهاء الهجمة نخليه 86. مهارات الرأس مش قوي يعني. الركل من الثبات اللي هي الفاولات ماشي. انحناء اللي هي السرعة بتاعته شوية. السرعة التانية خليه مثلا 87 أو 88. التسارع لما يكون في واحد معاك نخليه مثلا 85، احنا زودناه قوي يعني. قوة في الركل بيشوط كويس يعني. قفز يعني هو مش بيقفز كويس، خليه 76 زي ما هو. التحام الجسد 82. بس بعد كده كله ده اللي هي الشراسة والحاجات دي كلها حاجات دفاعية وخاصة بحراس المرمى. استخدام الرجل الأخرى، عايزين بس ان استخدام الرجل الأخرى ما هو معمول 4 و4. نخليها كده، نخليها 3 و3. تمام. تشكيلة نزودها نخليها 7. تمام كده. أشرف بن شرقي بقى 89. مهارات اللاعب الدوران 360 درجة ماشي. لمس بالكعب ودوران تمام. توجيه طويل المدى لا. التسديد من بعيد لا 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 لا. كل ده انا عايز بدور على حاجة بس. العرضيات انا عايزه التسديدة منحنية في الخارج اللي هي الارتو. تمام. اسلوب اللعب هنختار واحدة بس. يا قلب مهاجم لا. الابداع في صناعة اللعب جناح غريز الانتاج نخليه جناح خلاص. هو لان هو جناح. تمام كده. اشرف بن شرقي بقى 89 وموجود في النادي الاهلي. تعالوا بس نجرب اشرف بن شرقي مع النادي الاهلي في ماتش كده. نعمل حفظ يا جماعة، متنسوش تعملوا حفظ. كده أشرف بن شرقي مبروك لأن كده في النادي الأهلي. أتمنى لو وصلت لحد دلوقتي اعمل لايك واشتراك في القناة، وتعالوا نشوف بقى نلعب ماتش بأشرف بن شرقي، نشوف هيحصل إيه مع نادي الزمالك.